أيها الإخوة والأخوات، حزب النور الجزائري مواقفه ثابتة، مواقفنا ثابتة خاصة في بعض النقاط، ألا وهي: أولا، الاستقلال الوطني، استقلال الجزائر والوحدة الوطنية خط أحمر لا مناقشة فيها. الاستقلال، لأن الاستقلال لم يأتي هكذا، هناك كانت تضحيات جسام، أكثر من 1.5 مليون شهيد، ولهذا نحافظ على أمانة الشهداء. إذن الاستقلال وتم الاستقلال، خط أحمر، الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية التي تعتبر هي القلب، قلب جسم الإنسان. إذن هي قلب الجزائر، لا مناقشة ولا مساومة في الوحدة الوطنية. الاستقرار، استقرار البلد. الجزائر قد عانت الكثير والكثير، وعاشت سنوات دمار، سنوات الدم. هيهات أن الجزائريين يقولوا يخبوا يرجعوا العشرية السوداء، ما نرجعوا لهاش، من المستحيل بفضل الجيش الشعبي الوطني والأمن ومخلصي هذا الوطن، والجزائر تبقات واقفة. لو بلد أخرى الشيء اللي صار الجزائر في العشرية السوداء لكانت في خطر كامل، والحمد لله الجزائر عندها رجال ونحيوهم، ورانا المجهودات تاعهم، رانا كما نقولوا نستكثروا الخير تاع خاصة الناس اللي وقفوا كما نقولوا باللغة الفرنسية وصوبوا الجزائر. رغم هذا هناك بعض من الأمور طبخت في مخابر أجنبية وسميت بالربيع العربي، وأريدت أن تصدر هنا في الجزائر، ولكن الشباب الجزائري نوجه له تحية خاصة لمن ساقش وراء هذه الدعاية المغرضة، لأن كان الشباب الجزائري ربما بعض من الناس يقولوا بأن الشباب الجزائري غير واعي. أنا نغلطهم، نقول بأن الشباب الجزائري واعي وعنده نظرة ثاقبة ولم ينساق وراء الدعاية المغرضة، والنتيجة راهي باينة اليوم عند الجيران. نشوف شرف في سوريا وصار في ليبيا إلى آخره إلى آخره. إذا الشباب الجزائري كان واعي، إذا الشباب الجزائري من حقه باه يرفع المشعل، لأنه فوت الفرصة على أكبر المخابر الأجنبية التي طبخت تدميرا واستدارته للدول العربية. ولهذا أوجه تحية خالصة للشباب الجزائري. كذلك كان نقطة اللي منه هكذا كذلك نعتبروها خط أحمر، وهي الديمقراطية. الديمقراطية كذلك لم تأتي هكذا، كانوا هناك شهداء 88 ما جاش ديمقراطية. ديمقراطية الحقة التي من شأنها أن يكون التداول السلمي على السلطة عن طريق انتخابات شفافة ونزيهة، لا الديمقراطية الشكلية
التي تبنى على الفساد والرشوة والمحسوبية والبنعميس، الديمقراطية الحقة. أيها الإخوة والأخوات، الجزائر غنية، الجزائر غنية بثرواتها وموقعها ورجالها ونسائها وشبابها ومالها. إذا الجزائر ما يخصها والو. واش يخصها؟ هو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. الجزائر ما يخصها والو، لا يخصها شيء. وحنا النضال نتاعنا هو إعادة كلمة الشعب للشعب، إعادة كلمة الشعب للشعب. هذا هو لب الموضوع. يعني لما الشعب الجزائري ينتخب أشخاص عن طريق انتخابات، عن طريق صناديق شفافة وانتخابات نزيهة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تتفق أمتي على ضلالة. لما راح ينتخبوا أشخاص عرف بلي هذوكم اللي فيهم الخير. لما ننتخبوا هذلك الأشخاص اللي كان عندهم إجماع راح يخدموا المواطن، راح يكونوا يعرفوا معاناتهم، يعرفوا طموحاتهم، يعرفوا واش يسحق، يعرفوا واش يطلب، راح يكونوا في خدمتهم. ما راحش يطلعوا للفنادق الفخمة ويقعدوا، راح يشوفوا له مشاكل. أنا باش ما نطولش عليكم أيها الأخوة والأخوات، نشوف حوالي وفود حوالي 25 ولاية وأكثر. باش ما نطولش عليكم الطريق بعيدة إلى آخره. عندي كذلك 2 نقاط و3 نزيد نشير لهم، هي قضايا وطنية. أولا فيما يخص تعديل الدستور. حزب النور الجزائري واش يشوف؟ نقولوا باللي الدستور راهي وثيقة رسمية، وثيقة نلتجئوا لها، نتحاكموا لها، وثيقة عظيمة ذات وزن ثقيل. تعديله يكون باستفتاء شعبي. إذا كان بالإمكان الأحزاب من يقول لك التعديل لازم يكون بعد الرئاسيات، احنا نقولوا ما دام عنده وزن وعنده ثقل احنا ماذا بينا. إذا كان بالإمكان الدولة الجزائرية تنظم استفتاء شعبي قبل الرئاسيات ونعدلوا فيه، احنا معه ما كاش مشكل، ولكن لازم يفوت باستفتاء شعبي. كذلك فيما يخص لجنة مراقبة الانتخابات، بعض من الأحزاب إلى آخره يقول لك لازم لجنة مستقلة ما تدخلش فيها وزارة الداخلية والعدل وكذا. لا، احنا نقولوا حزب النور الجزائري يقول هذه اللجنة هذه اللي عملت الانتخابات السابقة مرحبا، ولكن تضاف لها صلاحيات أخرى باش يكون عندها وزن وتعود عندها كلمة وضمانات. ونزيد نحاول نعرج، لأن الجزائر أيها الإخوة والأخوات راهي غالية وغنية برجالها وعزيزة وغالية في القلب، وما جاتش هكذاك، جات بتضحيات جيسان، وحنا ما نقبلوش لا الصغير ولا البعيد ولا القريب أن يستهزئ بالجزائر. ونقولوا للرئيس الفرنسي هولوند مردود عليك استهزاؤك، مردود عليك استهزاؤك بالجزائر. الجزائر 1.5 مليون شهيد راهي غالية وكبيرة، لازم تعتذر اعتذار رسمي، لا استخفاف بالجزائر. الجزائر
مستقرة والحمد لله. حبينا ولا كرهنا وحبه ولا كره، يجي هو ويجي وزراءه ويجي من يجي راهو معزز مكرم والجزائر مستقرة. ففيها هو والحمد لله بفضل الشعب الجزائري كامل. الجزائر راهي بخير والحمد لله. لهذه قلت لكم ما نحاولش نطول عليكم لان اكثر من 25 ولايه راهي موجوده هنايا، جاو من بعيد، جاو من الصحراء، جاو من الغرب، جاو من الجنوب، جاو من الشرق، جاو من الغرب، من الوسط. هذه الوفود هذه مشكورين، وانا نظرا للطلبات الملحه من طرف مناضلي حزب النور الجزائري، الطلبات الملحه اللي طلبوا مني للترشح لرئاسيات 2014 وتزكيتي من طرف المجلس الوطني لخوض غمار هذه الرئاسيات، وإيمان مني في المساهمة في بناء الديمقراطية في الجزائر. المساهمة في بناء الديمقراطية في الجزائر. أقول بأنني ابن الشعب وعيش مع الشعب، أعرف معاناته، أعرف طموحاته. هزيت القرار باش نجاوب الحدث هذا من الجزائر العميقة. لستم مثل بعض من الأشخاص ليعنوا هذا الحدث من فنادق فخمة. أنا ولد الشعب ونعنوا هنا مع الشعب ومن الجزائر العميقة، فإنني قبلت خوض غمار رئاسيات. شكرا، بارك الله فيك. وأقول كلمة أننا أسود أبناء الأسود. أسود أبناء الأسود، وأكررها للمرة الألف، نحن أسود أبناء الأسود. جايين نخدموا الجزائر ونساهموا على الأقل. راح نخوضوا غمار رئاسيات بكل قوة على الأقل. هذا في حال ما إذا ما كانش راح نساهموا في بلاد ديمقراطية الجزائر. وأشكركم وبارك الله فيكم وشكرا. أو جديد